السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة هاخدكم رحلة لمدة يومين. هنزل فيها فيديوهات واحنا رايحين القاهرة، مأجرين كده في مكان اوتيل يعني قدام الهرم عشان نشوف الأهرامات واحس بطاقة إيجابية. طبعا ده مش مصيف، احنا مش رايحين مصيف، احنا بس رايحين نغير جو بعد امتحانات ثانوية عامة، لأن فعلا كانت السنة دي سنة طويلة جدا جدا جدا. فقلنا ان احنا ناخد كده بريك، انا وعلي والعيال، ونروح يعني نشم لنا هوا نضيف كده بعيدا عن التلوث والضوضاء، وتلوث سمعي وتلوث بصري وتلوث كده في التنفس. فقلنا نروح ناخد شوية اكسجين كده ونستنشق هوا نضيف. فاخترنا المكان اللي احنا هنروحه اوتيل كده بيطل او يعني في فيو كده من عليه، من على الروف بتاعه، بنبص على الاهرامات. فتعالوا بقى نشوف الطريق بتاعنا. احنا رحنا عند المقطم، انا اول مره اروح الحته دي، يعني انا بوريكم الطريق مش من اول ما نزلنا، لان انا من اول ما نزلت وانا تعبانه ونايمه طول الطريق، لدرجه ان احنا بعد ما وصلنا عليه قال لي تعالي نرجع تاني. قلت له لا، ده احنا حاجزين وما ينفعش اعكنن على الولاد وكده. فاول مره اشوف المقطم، اول مره اشوف المنيب. حتى الاماكن اللي تحس ان هي برضو يعني عشوائيه نوعا ما، بس مدهنينها وحاطين على المباني صور لقدماء المصريين. حاجه تحفه زي ما انتم شايفين كده، ده المنيب. بس بصراحه تحسوا براحه نفسيه، هدوء في الطريق، والطريق سلس ما شاء الله. واول مره اشوف المناطق دي. بس اللي كان مضايقني ان انا تعبانه ونايمه طول الوقت وعندي صداع وعلى طول عايزه انام. فانا كنت متضايقه ان انا مضايقه الولاد يعني. فده المنيب يا جماعه. وبعد المنيب بقى احنا هنطلع على الهرم على طول. بصراحة لو انا اتلخبطت في حاجة قولولي، لان انا برضو مش عارفة القاهرة قوي او المنطقة دي. والفسحة دي كان من اختيار فرح، علشان هي ليها حق الاختيار، لان كانت مضغوطة السنة دي بسبب الثانوية العامة، فهي اللي اختارت. بس ده مش مصيف زي ما انا قلت لكم، يعني احنا مش هيتحسب علينا فسحة قوي، لان احنا برضو ممكن نصيف السنة دي. يعني احنا نزلنا من غير فطار النهاردة، بس كنا واخدين اكل معانا، بس مش فطار. من كتر ما انا تعبانة انا هضحكوا عليا، انا خدت معايا كفتة، والكفتة دي الولاد مش بياكلوها، يعني ممكن انا وعلي بس ناكلها. والطريقة دي هنزلها لكم ان شاء الله كمان يومين كده على القناة الكبيرة. احنا دلوقتي وصلنا المنطقة اللي احنا رايحينها، هي هضبة الهرم. فيها اوتيلات كتيرة من نفس الستايل ده. نسيت اقول لكم ان احنا نازلين بدري قوي 6:30، بس احنا رحنا كام مشوار الاول، كان علي مرتبط بكذا مشوار، وبعدين رحنا بقى المنطقة اللي انتوا شايفينها دي. طبعا رايحين بالجي بي اس، احنا اول مرة نروح المكان ده وحاجزين من على النت. زي ما انتوا شايفين كده المنطقة يعني بالنسبة لي غريبة وجديدة. انا اول مره اروحها، وكنت فاكره ان الفيو هيكون بيطل خالص على الهرم. هو بيطل على الهرم او الاهرامات من فوق من على الروف، لكن من تحت كده كنا حاسين ان احنا داخلين في شوارع ضيقه. بس انا كنت مبسوطه مش عارفه ليه. عايزه اقول لكم بقى كمان ان احنا ما كناش فاطرين ولا خدت فطار من كتر ما انا تعبانه ومش مركزه، مع اني كنت معصجه لحمه مفرومه وهعمل جلاش وهناخده معانا عشان ما نطلبش اكل من بره كتير. الاوتيل ده اصلا بالفطار. عشان انا ما بتعشاش الولاد، كنت هجيب لهم عشاء من بره وممكن اغديهم من بره، بس انا وعلي مش بنحب ناكل اكل بره قوي. فكنت اخد معايا جلاش والكفته اللي انا هوريها لكم في الفيديو. بس ولا خدت ولا عملت الجلاش، ما كنت اعمله بس تعبت وما عملتوش. وعملنا لحمه وما خدتهاش معانا برضو. كل اللي خدته ان انا قمت حطيت الكفته في علبه ورحنا واخدينها وخلاص. فاليوم كان فعلا غريب من كتر ما انا نايمه طول الوقت في العربيه. علي قاعد يقول لي بعد ما وصلنا، قال لي تيجي نروح، قلت له لا. ازاي يعني بعد ما جينا وهنروح؟ فده الاوتيل يا جماعه، وده اسمه زي ما انتوا هتشوفوه كده. المكان في شارع ضيق مش واسع، بس مريح. ده الريسبشن بتاعه او اللوبي بتاعه، هو صغنطوط كده بس حلو، يعني مريح ونضيف.
وقعدنا شويه لغايه لما يجهزوا لنا الاوض. اول ما فتحت بقى الشباك علشان اشوف المنظر، ما لقيتش الهرم واحد بس اللي شفته، كان ما بين البيوت. فانا ضحكت قوي لان كان الادوار الاولى مش بتبان، او الفيو مش باين. فاحنا بقى طالعين دلوقتي الاوضه. اوريكم برضو الفيديو ده فيه باقي اليوم والفطار بتاع النهارده، يعني الفيديو اللي انا هنزله لكم ده بتاع النهارده. نص الفطار. بصوا بقى الفيو بتاعه عامل ازاي من الاوض. برضو الهرم مش باين قوي، يعني باين منه حته صغيره. اللي انتوا شايفينه هناك ده هشاور لكم عليه. بس قعدنا بقى نتغدى. انا ما فطرتش اصلا ولا اتغدينا، فانا رحت واكله الكفته وبعدين نمت. هما خرجوا وانا نمت. فالكفته دي بالنسبه لي كانت الفطار والغدا والعشاء. هما بقى خرجوا بالليل وانا نمت لغايه لما هما جم. وده بقى تاني يوم الصبح. طبعا في اي اوتيل محترم بيكون فيه الشبشب والبورنوس والفوط والحاجات دي كلها. فانا قمت بقى الصبح بعد ما اتوضيت، يعني لبست الشبشب ده. وبعد كده بقى هنطلع نفطر فوق على الروف. تعالوا بقى نشوف الروف بقى عامل ازاي والفطار عامل ازاي. كنت فاكره الفطار اوبن بوفيه، لكن هما اللي بيجيبوا لنا الفطار لغايه عندنا. بصراحه هو مريح يعني. لغايه عندنا في الروف مكان الاكل، يعني احنا بنطلع فوق على الروف وهما بيجيبوا لنا الفطار جاهز لغايه عندنا. فده الفيو بتاع الروف. بنطلع طبعا في الاسانسير و بنطلع بقى علشان ناكل. في مشروبات تبع الفطار، يعني نسكافيه، شاي بلبن، شاي. في ايه تاني؟ في كابتشينو برضو تقريبا. في مشروبات تانية بتكون اكسترا، يعني على الفاتورة احنا اللي بندفعها، لكن الفطار بينزل بمشروبات اللي انا قلت لكم عليها. بس ده المنظر يا جماعة. قعدت اصور نفسي، ما كنتش فايقه قوي. كان ورايا برج حمام كده شكله جميل، والاهرامات انا يعني بصراحه انا وقعت في غرامها. يعني انا كنت قاعده ما كنتش عايزه اروح في حته، ولا عايزه انزل الاوضه تاني، ولا اتفسح. وقلت لهم سيبوني في المكان ده. تعالوا بقى نشوف الفطار بقى عامل ازاي. بيجيبوا لنا كده طبق فيه جبنه رومي، جبنه مثلثات، في طبق فيه كرواسون، في طبق فيه 3 طعميه، وفي طبق كده فيه فول، وفي زبادي، في لانشون، وفي لانشون فراخ، وفي ايه كمان، في مربى. بس طبقي ما كانش فيه مربى. في كمان حلاوه، بس انا مش هاكل حلاوه، مش هاكل حاجه مسكره. في كمان طبق فيه فاكهه، وكل طبق بقى يعني مختلف عن التاني. في طبقين كان فيهم شريحتين شمام وشويه عنب، وطبق تاني فيه موزه وشريحتين من الشمام. بس فانا بقى هفتح بقى بس انا بصراحه علشان انا ما اكلتش غير وجبه واحده امبارح، يعني تقريبا اتغديت بس. فدبيتها في الفطار، كلت رغيف ونص. هم قاسمين العيش، عيش بلدي قاسمينه نصاص كده، وكمان في عيش توست. بس عيش التوست ده انا ماليش فيه، يعني لو كان اللي هو التوست اللي دي العادي او الحبه الكامله انا كنت كلته، لكن ده العيش التوست اللي هو الجاهز الصناعي، فانا ماليش فيه قوي. بس قعدت اكل بقى ودبيتها، وتقريبا خلصت كل الطبق بتاعي ما عدا البار بتاع الحلاوه الطحينيه ما اكلتوش. كلت اللانشون وكلت الجبنه الرومي، كلت لانشون فراخ، وكلت الجبنه المثلثات، وعملت ساندوتشات وقعدت اكل. وقالوا لي تشربي شاي ولا ايه. قلت لهم انا عايزه شاي بلبن. والسكر طبعا على طول بيحطوه في الاكياس اللي هي الصغيره دي. انا ما بشربتش بسكر، لاني لاحظت كل لما اخد حاجه مسكره مش عارفه بدوخ وبعوز انام. فحاولت ان انا احافظ على نفسي، ما اكلش ما اشربش حاجات مسكره. ممكن اكل بسكوته، اكل حاجه تتاكل يعني. لان انا قريت قريب ان الحاجات المسكره اللي هي بتتشرب ضررها اكتر، او مفعولها اسرع من الحاجات المسكره اللي بتتاكل، لان هي بتاخد طبعا وقت في الهضم. فما بت ما بت ما الدم مش بيمتصها بسرعه. فما بحسش بدوخه ولا بحس بتقل ولا حاجه لو اكلت حاجه مسكره. بس بحاول بقدر الامكان ان انا احافظ، عشان لو خرجت مثلا النهارده وكان حاجه مسكره، يعني اكل مش براحتي قوي بس تاكل. يعني لغايه دلوقتي ماكلتش ولا حتى تمرايه يعني. جابت لي بقى الشاي باللبن، وانا بقى رحت عامله ساندوتش بقى. مش عارفه الساندوتش ده اسمه ايه بقى. حطيت فيه الجبنه الرومي واللانشون فراخ واللانشون اللي هو اللحم. طبعا الحاجات دي مش باكلها في بيتي، فانتوا عارفين الاجازه الواحد بيعمل فيها الحاجات اللي هو ما بيعملهاش في الطبيعي، في العادي بتاعه او في الطبيعي بتاعه.
بناخد اجازه من كله، من الشغل ومن الاكل اللي احنا بناكله، فبناكل حاجات مختلفه. فرح طلعت بعدنا، يعني احنا طلعنا احنا الثلاثه الاول، وهي صحصحت بعدنا وطلعت لنا فوق، وابتدت بقى تفطر. يعني هما حضروا لها الفطار اصلا معانا، حطوا لها الفطار على الترابيزه معانا، وبعدين فطرت بقى وقعدنا ناكل مع بعض. طبعا الفطار ما كانش عاجب فرح قوي، هي كلت الكرواسون، ما كلتش ولا طعميه ولا فول، مع ان الفول كان طعمه تحفه. صح يا علي، مش كان طعمه حلو قوي؟ بيقول لي صح. هو المشكله بقى في علي ونور وفرح، مش بيحبوا يظهروا قوي معايا في الفيديوهات، مش عارفه ليه، بس انا يعني بحاول ان انا اجيب منهم لقطات كده، يعني من غير ما يكونوا واخدين بالهم، او هم بيجوا غصب عنهم. فبحاول كده ان انا اجيب لقطات، بس هم على حسب رغبتهم، عايزين يظهروا بصوتهم بصورتهم زي ما هم عايزين. عشان انتوا اكيد هتسالوني في التعليقات، مش بتظهري مثلا نور ليه او فرح ليه او علي ليه؟ براحتهم بقى. بس يا جماعة، أنا بعد الفطار أنا طلعت معاكم لايف على الفيسبوك، وما كملتش تقريبا ربع ساعة، علشان شغلوا بقى أغاني، فما كانش ينفع عشان حقوق الملكية وكده، كان هيضر الصفحة بتاعتي، فاضطريت إن أنا أقفل. لو عايزين تشوفوا اللايف ممكن أسيب لكم اللينك بتاعه، أو ممكن تدخلوا على صفحتي اللي هي رشا الشامي على الفيسبوك، هتلاقوا فيها 2 مليون، فدي صفحتي وعليها نفس الصورة اللي على القناة الكبيرة، مش القناة دي. بس شربت بقى الشاي باللبن وروقت على نفسي، وكنت حاسه يا ولاد ان انا او يا بنوتات يا حلوين، عشان انتوا بتحبوني اقول لكم يا بنات يا حبايبي يا حلوين. كنت حاسه ان انا متدلعه ومبسوطه، عشان مش انا اللي محضره الفطار. حاسه ان حد كده مدلعني وبيجيب لي الفطار، غير فروحه طبعا. فرحه ساعات بتعمل لي فطار، بس ما يكون فطار بره، يعني في الهواء الطلق قدامك كده 3 اهرامات، دي حاجه تانية خالص. وفي الهواء بتاع ربنا، انتوا عارفين ان انا اصلا بحب الضوء بتاع ربنا، وبحب اصحى الصبح افتح الشبابيك، فتخيلوا انا بفطر على الروف والفيو اللي قدامي 3 اهرامات. شوفوا بقى الساندوتش اللي انا بعمله ده، تقريبا انا خلصت الطبق كله، ما كانش فاضل قدامي غير الجبنه المثلثات دي، فرحت عامله ساندوتش كده، تقريبا اكلت رغيف ونص. وعايزه اقول لكم ان العيش اللي قدامي فيه توست، بس انا اخترت ده اختياري يعني، فانا بحبه اكتر من التوست طبعا. بس فهوريلكوا العيش عشان تعرفوا بس ان الناس اللي عايزين مثلا يفطروا سواء بالعيش ده او بالعيش ده، عيش التوست موجود وهوريهولكوا دلوقتي. بس انا واحده بتاعت عيش بلدي، يعني انا احب العيش البلدي، الحبه الكامله، الحاجات المفيده دي. بس فكنت حاسه ان انا متدلعه النهارده، وكنت قايمه متفائله، ما انا نمت طول النهار والليل امبارح، وكنت قايمه جعانه، كنت حاسه ان انا هاكل الاخضر واليابس. فخلصت طبقي كله ودخلت بقى على الفاكهه. وانا بوريكم دلوقتي ان في عيش بلدي وعيش توست، وهوريكم بقى وانا باكل الزبادي. كنت وما زلت يعني بعمل الزبادي ازاي للولاد، بس الفرق ان انا كنت بحط لهم سكر. انا بجيب اي فاكهه عندي موجوده وبقوم حطها في الزبادي، بس لو في بيتنا بجيب بوله كبيره شويه واحط فيها الزبادي، واحط كميه من الفاكهه مع معلقه عسل نحل او معلقه سكر للولاد. لكن انا لو ليا خلاص، انا ما كنتش باكل سكر قوي، او ما بحطش سكر في معظم الحاجات يعني. فهحط بقى العنب اللي موجود في طبقي في الزبادي. سألت علي بقول له هتاكل الموزة دي ولا تاكل الطبق اللي فيه العنب؟ قال لي لا، انا ولا هاكل ده ولا هاكل ده. رحت واخده الطبق اللي فيه انا وقفت التسجيل عشان قعدوا يسخسخوا على نفسهم الضحك، فرح وعلي ونور، فانا اضطريت ان انا اقفل بقى التسجيل، فارجع اسجل تاني. كان في زي ما قلت لكم 4 اطباق، كل طبقين زي بعض، في طبق فيه شمام وموز، وطبقين تانيين يعني فيهم عنب وشمام. فانا بقول لعلي هتاكل الطبق ده ولا الطبق ده؟ قال لي ولا هاكل ده ولا هاكل ده. قلت له طيب. رحت واخده العنب حطيته في الزبادي وكلته، وكلت الشمام طبعا بس ما جبتش لقطه الشمام دي، ورحت داخله على طبق علي اللي فيه الموز، ورحت واكله الموزة بس. وفطرنا واتبسطنا وقعدنا شوية على الروف، شوية كتير حلوين، يعني احنا نازلين من على الروف تقريبا الساعة 1 وشوية، انا وعلي. لكن الولاد نزلوا بيحبوا الجو الصناعي ده، عارفين الاوض بقى فيها تكييف وكده. انا دلوقتي باكل الزبادي زي ما انتم شايفين، فرح بتقول انا كمان عايزة عنب، هي خدت الطبق اللي فيه الموز، فانا قلت لها خلاص خدي شوية من العنب. فانا خدت العنب حطيتها في الزبادي وقعدت اكل. اول ما حطيت العنب كده حسيت ان الزبادي فصل، فبقول لهم الزبادي سليم؟ قالوا لي اه. فكنت متخوفه، بس الزبادي فعلا طلع سليم، بس هو كان فيه ميه بس مش عارفه ليه.
فاكلته واتبسطت ومليت التانك، مليت بطني. وبعد الفطار علي جاب لي ينسون. انا باخد بالي من صحتي يا جماعه، فكنت يا هشرب ينسون يا نعناع. فرحت شاربه ينسون، ما رضيتش بقى اشرب حاجه تانية، ما رضيتش اشرب حاجه فيها سكر ولا مياه غازيه ولا حاجه. فاخدت ينسون علشان يعني الحساسيه اللي عندي، حسيت صدري يعني. بس فاليوم كان جميل وحلو. وطبعا الفيديو هيخلص على كده ان احنا بس قاعدين على الروف، لكن باقي اليوم هصوره وانزله لكم بكره ان شاء الله. وكمان هصور لكم الاوض بتاعه الاوتيل اللي احنا اخدنا اوضتين دبل، ما خدناش سويت تقريبا، ما كانش فيه هنا سويت، هنا بس اوض. فخدنا اوضتين دبل، كل اوضه بسريرين. نمت انا وفروحه في اوضه، ونور وعلي في اوضه، ما يعني قسمناها كده يعني. بس اخدت الموزه بتاعت علي زي ما قلت لكم وقعدت اكل. طبعا انتوا عارفين ان الرجاله مضحيين، مش الستات، الرجاله مضحيين. هو اداني الموزه بتاعته والله. بس يا جماعه انا الفيديو بتاع النهارده يا رب يكون عجبكم. لو لسه موجودين معايا لغايه دلوقتي يعني اكتبوا لي في التعليقات ان الفيديو عجبكم. كمان اعملوا لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وشجعوني في القناة دي عشان انا يعني حبيت القناة دي فعلا، يعني حبيتها وحسيت ان انتوا حبيتوني عشان شفتوا الجانب الاخر من شخصيتي. في ناس ما كانوش يعرفوني، لان انا شخصيتي اللي انتوا شايفينها دي واضحة جدا للناس على الفيسبوك، لان انا اصلا بطلع لايف هناك كتير. لكن الناس اللي متابعيني على القناة الكبيرة انا مش بطلع لايف كتير، مش عارفين شخصيتي الحقيقية. فبس يا دوب هم عارفين الوصفات اللي انا بعملها وخلاص، واللقطات او الفيديوهات اللي انا بتكلم فيها بس. بعد الفطار انا بوريكم بقى المنظر ده من الروف من فوق، هو دورين. طلعنا على اعلى نقطة في الروف عشان اصور لكم المنظر ده والهرم كمان. انا يعني الناس فطروا ونزلوا، انا بقى فضلت انا وعلي قاعدين فوق نكمل بقى القعدة بتاعتنا. وطلب لي ينسون واخد حاجة ساقعة وبس، انا شربت اليانسون. قعدنا شويه في الهواء الطلق لغايه دلوقتي، شمس ما جاتلناش، مقفلين زي تكعيبه كده. ما شاء الله القعده حلوه جدا وجميله. انصحكم ان انتوا تغيروا جو، تفصلوا ان شاء الله حتى يوم واحد تغيروا فيه جو. احنا واخدين يومين بس. ده يا جماعه الفيو وده الهرم. واتمنى ان الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. شوفوا بقى الفيديو اللي انا نزلته الصبح، كنت عاملاه على قناة كبيرة، طريقة تخزين الملوخية من السنة للسنة وبتفضل خضرة زي ما هي، ودي الطريقة اللي أنا معتمداها بقالي سنين طويلة. هسيب لكم اللينك بتاعه في أول تعليق مثبت. شايفين بقى المنظر ده أحلى منظر تشوفوه، جو نقي، منظر الأهرامات تحفة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. بحبكم في الله، رشا الشيخ.